مساء الخير، انا بكلمك من المستقبل وجاي النهارده عشان اقول لك انه مستقبلك زي الفل. حكايه النهارده احنا بنتكلم عن واحد ان هو منوم مغناطيسيا وجسمه مرخي تماما ومأنتخ، واخر حاجه وفجاه وهو نايم كده يقول لك احنا في 2030 وان الشوارع فاضيه وان البنوك قافله ومفيش بدل ومفيش مكاتب وان الاي اي والذكاء الاصطناعي عملها فينا وكلنا قاعدين في بيوتنا. يعني حضرتك مفيش سوبر ماركت ومش هينفع تعمل طلبات.com. بس لو انت بتتفرج على الشخص المنوم مغناطيسيا ده جسمك كله بيقشعر لان انت بتتفرج على واحد بيسافر عبر الزمن. السؤال بقى اللي بمليون دولار، هو ده فعلا المستقبل ولا ده مجرد العقل الباطن بيحكي أسوأ مخاوفه من المستقبل؟ ولا يكونش الحل الثالث ان ده مجرد بروباجندا معموله وفيلم معمول بس عشان تعمل سبسكرايب ب$99؟ كلامنا النهارده عن برامج التلفزيونات وصفحات المشاهير والممثلين المشهورين. ناس انتشرت وكبرت وبقت مشهوره بسبب ان هم عندهم الرؤيه للمستقبل وادعاء القدره على قراءه الطالع. خد بالك انت، بس طبعا بشكل عصري شويه واي اي شويه. فكره التنويم المغناطيسي دي زي ما احنا عارفين او قراءه المستقبل او الطالع دي مش جديده علينا، بنشوفها من سنين السنين ومن قرون يمكن، والإنسان يا حرام بيحاول من زمان يعرف المستقبل بتاعه ويشوف أي حاجة تنبئه بالمستقبل. والإنسان بيحاول يعرف بكرة في إيه، يا إما بقى عن طريق قراية الفنجان، ومرة من ورق، ومرة من أبراج، ومرة من واحد صاحبه ويقول له قلبي مقبوض وفي الآخر يطلع لابس قميص ضيق عليه عشان هو حضرتك ماسه اكس لارج. بس بشكل عام الطريقة الحديثة هي الداوزنج أو التاروت، طرق مختلفة وكله بيودي لسكة واحدة، كلها محاولات يائسة في التنبؤ والمستقبل وخلاص، عايز اشوف في ايه في المستقبل. طب ايه الحكايه؟ في الاول خلينا ندخل في الغويط قوي قوي عشان بعد كده نعلى ونعلى. بص عشان انفك كده تحب اقلع عليكم مال والنبي اللي عملت صحيح. زي ما قلت، رغبه الانسان في التنبؤ والمستقبل مش حاجه جديده ومن قديم الازل، والانسان بيجرب حظه انه يعرف فيه ايه وهيشوف ايه بعد كده باي طريقه ممكن تخطر على بالك. والنهارده بقى هنتكلم عن اخر صيحات الموضه في التنبؤ بالطالع والنازل واللي نايم على صرصور ودنه. معلش المهم انا اسف. أول طريقة هنستكشفها النهاردة هي طريقة السفر للمستقبل عن طريق التنويم المغناطيسي Future Timeline Hypnosis، واحدة من أغرب الطرق. الراجل اللي عمل الموضوع ده في الأول الناس كانت فاكراه ساحر، بس في الحقيقة إنه بدأ كعلم أو على الأقل محاولة علمية، والكلام ده كان من كذا قرن فات. والحكاية دي بدأت مع فرانز مازمر، دكتور نمساوي في 1770. مازمر كان عنده نظرية اسمها المغناطيسية الحيوانية، وكان فاكر إنه في سائل مغناطيسي ماشي جوه الجسم الإنسان، وإنه السائل ده مؤاخذة يعني لو اتسد الانسان ممكن يموت او يجرى له حاجه. الراجل ده كان بيقعد المرضى في حوض ميه في قضبان حديد، وكان بيحرك ايده فوقيهم عشان يوزع المغناطيس ده على جسمهم. فاهم انت ازاي؟ زي التقليه بالظبط. انا عارف الموضوع كوميدي ولكنه فعلا حصل. وكان بيحرك ايده فوق المرضى وهم في الحوض عشان يديهم مغناطيس اكتر. عارف انت نظام حلقاتك برجلاتك؟ نفس الموضوع بالظبط. والناس بقى كانت بتدخل في حاله غريبه جدا، بس هل الناس كانت فعلا بتخف؟ ومن هنا بقى جه مصطلح مازميريزم. المهم بعد الراجل ده بشويه جه واحد اسكتلندي اسمه جيمس بريد. جيمس بريد بقى جه قال لك الكلام ده مش هياكل معايا وانا هعلي عليكم، لان بريد ما كانش مصدق بموضوع التنويم المغناطيسي ده، وشاف ان الموضوع كله نفسي وعصبي، وهو اللي سمى الموضوع هيبنوسيس على اسم اله النوم عند اليونان هيبنوس. وهو لقى انه لو المريض ركز نظره على حاجه بتلمع لفتره طويله اعصابه بتهدى وبيدخل في حاله تشبه النوم ولكن مش نوم، يعني زي ما تقول كده بين النوم وبين الوعي، ولكن بيسمع الاوامر وينفذها. انا عارف ان في بعض الناس في الموضوع ده بالذات ما بتؤمنش بيه قوي، وليك الحق 100%، ولكن للاسف دي نظريات وحقائق حصلت في الماضي وفي التاريخ ومش هنقدر ننكرها ابدا. فانت لو عندك طبعا فكره مختلفه قول لي عليها في الكومنت وانا معاك، ولكن الانسان هو اللي عمل التاريخ ده بالفعل وده واقع ما نقدرش ننكره. المهم خليك معايا يا سيدي للاخر الله لا يسيئك. في 1880 عالم النفس الشهير سيجموند فرويد سافر فرنسا عشان يتعلم التنويم المغناطيسي، ومش من اي حد، من دكاتره كبار في فرنسا زي جيمس مارتن. فرويد في الفتره دي استخدم الموضوع ده لفتره قصيره عشان يخلي المرضى يفتكروا الاحداث اللي حصلت لهم وهم صغيرين، بس بعد شويه زهق من اللعبه بتاعته عشان لقى انه مش كل الناس بتستجيب للموضوع ده، واخترع مكانه التحليل النفسي. ومن وقتها يا صاحبي ما خلصناش ولا خلصنا من تحليل الملاعب اللي بيتعمل فينا. اما بقى في الخمسينات من القرن الماضي جه اهم اسم في العصر الحديث وهو ميلتون إريكسون. ميلتون هو اللي خلى التنويم المغناطيسي اداه يستخدمها الاطباء، وكانوا بيستخدموها لعلاج الفوبيا والالم، وبقى اسمه قال ايه؟ التنويم الاريكسوني.
لكن بصراحه واضح انه التنويم ده ملوش اهل يسالوا عليه، ملطشه كده اللي رايح واللي جاي اي حد يسميه باسمه. عشان كده انا من هنا ورايح افكر اسميه التنويم النوري، ولو مش عاجبك يا سيدي روح قضيني في مستشفى امراض النفسيه. المهم في الحرب العالميه الاولى والثانيه الدكاتره استخدموا التنويم المغناطيسي بشكل كبير جدا، وكانوا بيستخدموه مع العساكر اللي بتجيلهم صدمه بسبب الحرب اللي كانوا فيها، وكانوا بيستخدموه عشان يساعد العساكر دول ان هم يرجعوا بشكل طبيعي شويه. خد بالك العساكر لما يخشوا في الحروب اللي زي كده اللي بتبقى فتره طويله، العساكر بتفضل اعصابها مشدوده طول الوقت 24 ساعه تحت ضغط عصبي شديد ورهيب، وعشان كده بيسموه شيل شوك، او وقتها كانوا بيسموه شيل شوك. ومع طول الشد العصبي ده للعساكر بعيد عنك السلك بيضرب، الدنيا في دماغ العساكر بتضلم. بس موضوع علاج العساكر من الصدمات النفسيه ده عندها هناك يا عم ادهم، ده عند امه يا ادهم. لانه انا من المؤمنين انه صعب جدا علاج الناس اللي دخلت الحروب دي انها تتعالج اصلا. فزي ما احنا شايفين الموضوع بدا بهبده مغناطيسيه وتحول لعلم متطور في علم النفس، والناس بتستخدمه النهارده عشان تبطل سجاير وشيشه. والموضوع بقى اتطور اكتر، والهبيده الكبار اللي لقوا موضوع العلاج النفسي ده مش جايب همه قال لك ليه ما نطورش البيزنس شويه والموضوع يمشي مع الناس عشان نجيب فلوس. خد بال حضرتك انه موضوع التنويم المغناطيسي وموضوع العلاج النفسي والكلام اللطيف ده مش معمول يعني عشان خاطر سواد عيونك وان احنا نحسسك ان انت انسان افضل بكتير من السابق. لا يا حبيبي، الموضوع ليه علاقه بالبيزنس والفلوس. للاسف ممكن يكون الموضوع ده سوداوي شويه، ولكن دي حاجه انا عايز اقولها، ودي ستيتمنت كده حطها باسم نور نجدي. مش معظم الدكاترة اللي انت بتشوفهم او بيعالجوك بيبقى نفسهم ان هم من قلبهم يخلوك تشفى وتبقى من احسن الناس في الدنيا. لا يا حبيبي، الموضوع بيزنس فلوس. هم عملوا ايه بقى؟ الدكاترة قال لك خلينا ندعي الاختصاص ونعمل جلسات مغناطيسية تنويمية اونلاين. مش واخد بالك انت من موضوع الاونلاين ده بقى زايد عن حده اليومين دول؟ حتى السايكايترست والسايكولوجيستس كلهم بقوا اونلاين دلوقتي، ونقعد المريض قدام كاميرا وحضرتك قاعده الناحيه الثانيه بتقبضي بالدولارات قد كده، ونقول له انت دلوقتي في 2030 قول لي شايف ايه عندك. المصيبه السوداء حضرتك انه في ملايين الناس بيدفعوا فلوس قد كده عشان يخشوا السيشنز دي اونلاين. طب انا يا سيدي بعمل لك السيشن ببلاش اهو، وقاعد بتتفرج ولا في اي حاجه، وفي الاخر الفيديو قول لي حاسس بايه. لكن لما قلت لك من شويه انه المريض لما بيكون نايم مغناطيسيا بيبقى لسه سامع ومطيع لكل الاوامر اللي بيسمعها، الحته دي بقى جم اصحاب التنبؤ بالمستقبل عن طريق التنويم المغناطيسي. انا ما اعرفش الفيديو ده اتحط ولا لا دلوقتي، لانه اليوتيوب اليومين دول ما شاء الله بيتلكك على اي حاجه، تبدا تنيمها لمؤاخذه مغناطيسيا بس عشان تهديها لوضع الاسترخاء ويخليها تفصل عن اي دوشه حواليها وهي واعيه بيها، وان هي تركز في صوت واحد بس اللي هو صوت صوفيا وصوت الشخص ده. خليني بقى اقرا لكم بيتقال ايه بالظبط، يمكن حضرتك تعرفي تنيمي يا ابو العيال وترخيه شويه. عايزك تاخد نفس غويط وركز في الهواء اللي داخل واللي خارج. ده مش هواء، دي حياه. غمض عينك بالراحه من غير ضغط. كلام زي ريح عينيك وكلام كتير كده. كتفك وظهرك وبطنك مسترخين على الاخر وانت زي الفل وكله تمام. كلام بيتقال عشان يرخي جسمك ويرخي عقلك. طبعا انا لو مكان الراجل اللي نايم على الكرسي كان زمان الدكتور طردني بره من زمان، لان كنت هقع على الارض من الكلام اللي هو بيقوله لي. انت مين انت عشان تقول لي ركز في الهواء اللي داخل واللي خارج؟ حضرتك انا مراتي بس هي اللي تقول لي ركز في الهواء اللي داخل واللي خارج. وكلام تاني زي تخيل ان انت واقف على سلم وان السلم ده مريح جدا وابدا عد من 9 ل 8 ل 10. الغريبه انه صوفيا دي عملت جلسات كتير على ناس كتير، و99% من الناس دي وصفوا ان المستقبل بنفس الطريقه ان الباقيين وصفوها، انه الذكاء الاصطناعي استولى على العالم، وان كل الانظمه الاقتصاديه اللي نعرفها بالشكل الحالي انتهت، وانه الناس رجعت للطبيعه. بس لو قارنت كلامهم ببعضه هتعرف انه ده مش المستقبل، دي نشره الاخبار اللي بنسمعها كل يوم. ده اذا في حد لسه بيسمع نشره الاخبار، ده هي نفسها البوستات اللي قدامك على السوشيال ميديا، دي بتوصف الحياه اليوميه يا حبيبي واللي بنشوفه كل يوم. بعدين ما احنا عارفين انه الاي اي اوريدي قاعد ناس كتير في البيت، مش اقل من 30% او يمكن 40% من الناس اللي في امريكا نفسهم قاعدين في البيت بسبب الاي اي. وعقلك الباطن بيطلع كل المخاوف اللي انت حاسس بيها طول الوقت، وللاسف بيحكي على شكل قصه رعب. نخش بقى على التكنيك اللي بعده، الداوزنج. ودي طريقه قديمه جدا وتكنولوجيا قديمه جدا، كانوا بيستخدموها عشان يعرفوا طريق الميه والمعادن او حتى يمكن الكنوز اللي مدفونه تحت الارض. يعني مثلا في ريف مصر القديمه الفلاح
سلاح من دول كان بيمسك زي سيخين من النحاس، والاتنين بيحطوهم على شكل رقم 7 بالعربي، ويفضل يمشي بيهم بخطوه بطيئه. اول ما العصايه تبدا ترقص في ايده يعرف ان المكنه طلعت قماش، ويقول لك بس احفر هنا يا معلم، المعادن كلها هنا. الغريب انه في رسمات فرعونيه لناس ماسكه عصيان شبه العصيان دي بالظبط، وده يقول لك ان دي كانت موجوده في مصر من الاف السنين. في القرن ال16 في المانيا عمال المناجم كانوا بيستخدموا العصيان دي، وكانوا بيسموها عصا التمني، بس عشان يلاقوا النحاس والذهب والكلام ده. وفي القرن ال17 الموضوع زاد عن حده قوي، خرج بره السيطره خالص، لان هم كانوا بيستخدموه بقى عشان يلاقوا المجرمين. والطريقه دي طبعا خلت رجال الدين ابتدوا يشكوا ويقلقوا من الموضوع، ويقولوا ان الموضوع عباره عن هرتله كبيره وملوش اي اصل من الصحه، وده مجرد شعوذه. الحروب العالميه وفي المعارك الكتير دي كان في ناس مشهوره جدا موهبة الشم، وكانت مهمتهم ان هم يعرفوا فين مكان المية عشان ينقذوا زمايلهم من العطش. طب انا عايز اعرف بقى علميا ايه اللي بيحصل في حكاية العصاية دي. الموضوع اصلا انه ايدك بتتحرك بطريقة ميكروسكوبية، بس انت مش حاسس بالموضوع ده، والعلم فسر الموضوع ده بظاهرة الايديوميتر افكت. العلماء بيقولوا الموضوع ملوش اي علاقة بظاهرة غير طبيعية، ولكن ليه علاقة كبيرة بالحركة اللا ارادية. يعني الموضوع موضوع عضلات مش اكتر، ايدك هي اللي تتحرك. ولكن انت لو عايز تمشي في الشارع بعصايتين اهلا وسهلا، قول لي بس عشان ابعت الفيديو لمراتك وبعد كده تنام انت على الكنبه. يعني مخك من جوه بيلقط علامات بسيطه من الارض وانت مش واخد بالك منها، فبيبعت اشاره خفيفه لايدك تخلي العصايه تتحرك. يعني الحكايه كلها في دماغك وايدك لا مؤاخذه. ننتقل بقى في الزمن لامريكا والدول المتقدمه. في اوروبا والدول المتقدمه بياكلوا مع الكباب طحين. ده مثل حي عن الداوزنج في العالم الاوروبي، وده مثل حي عن الداوزنج في مصر. وطبعا زي اي حاجه ساقعه بتتطور تبقى بيبسي على طول. الناس للاسف زي ما انتم شايفين بقوا يلجأوا للداوزنج عشان قال ايه، يسالوا عن قرارات مصيريه. مستعجلين على ايه يا حبيبي؟ القرارات والمستقبل جاي. مستغرب جدا للناس اللي بتدفع مبالغ كبيره جدا عشان يشوفوا المستقبل اللي هم هيشوفوه ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل على التاروت، وده الورق اللي فيه ناس بيعتبروه سحر، وفي ناس كتيرة بتعتبر انه اصله فرعوني. بس في الحقيقة انه التاروت ظهر لأول مرة في ايطاليا، وده كان في نص القرن 15. واقدم مجموعة ورق في التاريخ كانت مجموعة فيسكونتي سفورزا، ودي كانت معمولة مخصوص لعيلة حاكمة في مدينة ميلانو الإيطالية، وكانوا بيستخدموها الناس دي عشان يفهموا مشاعرهم او عشان يحسوا بالمستقبل. الخلاصة بقى انه نظرا للأحداث العالمية اللي بتحصل، اللي للأسف محدش عارف هتخلص امتى ولا هتخلص على ايه، هتلاقي ناس كتيرة تبدأ تتابع المحتوى ده وتجري ورا الحاجات دي، سواء اذا كانت صح ولا غلط، حقيقة او خيال، مش مهم. المهم ان الناس تؤمن بالمواضيع دي ويؤمنوا بحاجة هم عايزينها وشايفين راحتهم فيها. وفي الاخر اللي عايز اقوله ان الحقيقة مش من بره، الحقيقة كلها جوه. استخدم كل الاساليب اللي انت عايزها، امشي بالعصيان اللي انت عايز تمشي بيها، كل الورق اللي نفسك فيه. في الاخر كل واحد فينا بيشوف اللي هو عايز يشوفه. الموضوع ملوش اي علاقة باي بلورة سحرية. المستقبل عبارة عن ورقة بيضة احنا اللي بنكتب فيه ايه اللي جاي. عموما ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتس وتعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. اشوفكم الفيديو اللي جاي.